فهاد العالم اللي كنعيشو فيه اليوم لا هروب من الضجيج والصداع ديال الحياة. الروينة كاينة في كل بلاصة، وصعيب تبقى أفكارك مرتبة وسط هاد الفوضى اليومية. كلشي غيبغي ياخد جزء من وقتك ومن التركيز ديالك. هذا علاش العزلة ضرورية باش تلقى واحد التوازن وواحد الراحة. هاد العزلة اللي بزاف ديال الناس كيخافوا منها حيت كيشوفوها بحال الهروب ولا بحال الوحدانية، هي في الحقيقة أقوى وسيلة كتعاونك باش تزكي أفكارك وتحس بالهدوء الداخلي. فاش كتكون في عزلة وبوحدك بلا مشتتات، العقل ديالك كياخد راحته وكتولي قادر تركز غير على الأمور اللي فعلا مهمة لك، وكتولي قادر تسمع الصوت ديالك الداخلي اللي غالبا كيكون غارق وسط الضوضاء ديال الحياة اليومية. هاد الوقت اللي كتقضيه بوحدك كيكون فرصة للتأمل وفرصة للتخطيط والتفكير بعمق. الناس اللي ناجحين كيعتمدوا على لحظات العزلة باش ياخذوا القرارات المهمة، باش يفهموا بشكل حسن المسار اللي باغيين يمشيو فيه. في هاد اللحظات كتقدر تفكر في الأهداف ديالك بوضوح وتشوف شنو اللي خاصك تبدل وشنو هو اللي خاصك تركز عليه أكثر. ولكن ما تاخذش العزلة غير للتفكير العميق فقط حيت تقدر تلاشي، وإنما خذها كفرصة باش تعاود تشارجي الطاقة ديالك، لأن الحياة غتستهلك منك بزاف ديال الجهد وبزاف ديال الطاقة. هاد الطاقة ما غاداش تجدد إلا ما عطيتيش لنفسك لحظات ديال الهدوء والراحة. خاصك تكون عارف وقتاش خاصك ترتاح وتوقف وتسافر بروحك لواحد العزلة وتشارجي الباتري. السر في العزلة هو أنك ما خاصكش تدعق منها وما تشوفهاش بحال شي حاجة اللي خايبة وكتخلع. بالعكس، اعتبرها بحال شي جزيرة غتمشي تحضر فيها ذاتك باش ترجع للمعركة الحياتية بأكثر قوة وجاهزية، وتعرف راسك مزيان شنو باغي وتولي واضح بخصوص الأهداف ديالك. في العزلة غتلقى التوازن اللي غيعطيك القوة باش تواجه الضغوطات ديال الحياة اليومية. إذا ما تخافش من الوقت اللي غتكون فيه بوحدك. العزلة ماشي هروب وإنما رجوع لذاتك.